السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل فطار سابع يوم رمضان. كل سنه وحضراتكم طيبين. هنعمل فطار مش هياخد مننا وقت خالص، هنجهزه كده يعني في وقت بسيط، وكمان مش هياخد مننا اي وقت. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه وكملوا الفيديو عشان تعرفوا كل الخطوات. اول حاجه كده هنبتدي ان احنا نتبل الفرخه. معايا كده حطيت في الكبة بصلة وطماطماية وفلفل أخضر، ممكن تضيفوا فلفل حار. ضفت كمان عصير ليمونة ومعلقة صلصة كبيرة، وكمان معلقتين كده من الزبادي. هضيف كمان معلقة من الخل ومعلقة من عسل النحل، لو مش متوفر عندكم استغنوا عنه، بس بيدي طراوة للفراخ وبيخليها طرية كده وطعمها حلو قوي. هاضيف بقى التوابل، هاضيف ملح وفلفل أسمر وكمون، رشة كده من كل حاجة، رشة بسيطة. هاضيف كمان بابريكا، هاضيف 7 بهارات، ولو عندك توابل فراخ ضيفوها. وكده خلاص يعني التتبيلة جاهزة معانا. هابتدي إن أنا أفرم كل الحاجات دي فرم ناعم بالكبة كده، وبعدين هابتدي إن أنا أضيف لها حوالي معلقتين كده من الزيت، زيت زيتون أو أي زيت متوفر عندكم. انا ضفت كده زيت وهقلبهم بقى مع بعض، وبعدين الفرخه انا غسلاها كويس قوي ومنشفاها، وكمان عامله لها فتحات من الصدر كده ومن الورك. هبتدي ان انا اتبلها. طبعا انا عملت الخطوه دي من بالليل علشان اسيب الفرخه تتبل كويس جدا جدا وتشرب كده من التتبيله. بحب جدا الفراخ تكون متبله قبلها بيوم. طبعا لو انتوا مستعجلين قبلها كده بساعتين او بساعه برضه هتدينا نتيجه حلوه، بس طبعا كل ما بنسيبها في التتبيلة بتكون احلى بكتير جدا. اتبلها بقى كويس قوي، وكمان يعني ادخل كده كل التتبيلة في الفتحات اللي احنا عاملينها كده. عملنا من فوق، وهبتدي ان انا انزلها كده في العلبة اللي احنا هنحطها يعني في التلاجة. وكمان هتبلها من الناحية التانية كويس، او بدعك كده الفرخة كويس قوي، وهغطي العلبة دي وهبتدي ان انا احطها في التلاجة. تاني يوم بقى باطلّعها كده شوية، يعني حوالي قبلها كده بنُص ساعة، علشان بس تاخد حرارة المطبخ، وبعدين في صينية ما بادهنهاش أي حاجة خالص، وهابتدي إن أنا أحط كده الفرخة في الصينية، وهاغطّيها بورق فويل علشان الفرخة بقى تستوي. باسيبها قد إيه في الورق الفويل ده؟ حوالي نُص ساعة. أنا باسويها على نار عالية نُص ساعة، وبعدين بابتدي إن أنا أهدّي النار للوسط، وباشيل الفويل أول ما ابتدي إن أنا أهدّي النار للوسط. طبعًا الفرخة مش هتاخد مننا وقت خالص وهتستوي. يعني مجرد نُص ساعة بابتدي إن أنا أشيل الفويل علشان هي بتنزّل سوايل، والتتبيلة كمان بتبتدي إن هي تعمل سوايل، فهنبتدي إن إحنا نشيل الفويل علشان الفرخة آآ التتبيلة بقى تبتدي إن هي تنشف كده، والفرخة بقى كمان تنشف معانا شوية، متبقاش طرية قوي من السوائل اللي موجودة فيها. وبعد ما بتستوي واتأكد ان هي استوت، بشغل عليها الشواية وتاخد لون حلو كده وبطلعها. هنعمل بقى طحينة. معايا كده طحينة، طبعا اعملوا بالكمية اللي انتوا حابينها. وهبتدي ان انا اضيف لها فص من الثوم مفروم ومعلقتين من الزبادي، يعني احنا علبة الزبادي ضفناها على الفرخة وكمان الطحينة. اقلب بقى كده المكونات اللي احنا ضفناها مع بعض، وبعدين هبتدي ان انا اضيف عليها خل، وهضيف الملح ورشة بسيطة من الكمون. ما باضيفش أي توابل تانية على الطحينة، يعني هو الكمون وملح. وباضيف كمان معلقة كده صغيرة من الخل، وهاضيف عليها كمان عصير نص كده ليمونة. يعني عصير نص ليمونة، وبعدين هقلبها برضو. والمية بقى ببتدي ان انا انزلها بالتدريج، ما انزلش كمية مية مرة واحدة علشان الطحينة ما تبقاش سايلة قوي معانا. ابتدي ان انا انزل المية شوية كده بشوية. وطبعا احنا ضفنا في الاول زبادي، فمش هنحتاج ان احنا نضيف مية كتير. هنا بعصر نص ليمونة كده زي ما حضراتكم شايفين، وبقلب الطحينة، وخلاص كده اصلا الطحينة جاهزة معانا. ده القوام اللي انا عايزاه، وهوريهولكم واحنا بنفضيه في طبقتين. هابتدي ان انا انزلها. بصوا شايفين القوام ده؟ وعلى فكرة لما بتبتدي ان هي يعني بتقعد معانا شوية، بتبتدي ان هي تتقل كمان. طبعا عملت كمان سلطة خضراء، بس
يعني ما جبتهاش يعني في الفيديو، رشة كده من الزيت بسيطة، ممكن تستغنوا طبعا عنها، وهضيف كمان شوية من البابريكا علشان بس يكسر كده اللون بتاع الطحينة. هركنها على جنب وهنبتدي ان احنا نعمل الرز. انا كان عندي شوربة من الشوربة بتاعت الكبسة، طبعا انا عملت الكبسة قبل كده في القناة كتير، والشوربة دي كنت عيناها، حبيت ان انا اعمل بيها الرز ده. طبعا بنضيف لها كل التوابل والملح وكل حاجة. هبتدي ان انا انزل فيها رز بسمتي، غسلاه كويس قوي، وابتدي ان انا انزله كده في الشوربة بتغلي، الرز بيشرب الشوربة دي. ببتدي ان انا اوطي عليها واسيبها تستوي، مبياخدش معانا وقت خالص وبيكون استوى. هنعمل بقى عصير. آم، يعني كنت سايبه الكاميرا مقفوله وانا عماله بحط، يعني حطيت لبن اللي هو الحليب، وحطيت ميه وسكر وفراوله، وضربتهم في الخلاط، وخلاص كده العصير جاهز معانا. هبتدي بقى ان انا اجهز بقى السفره بتاعتنا، صب كده العصير، وكمان الرز كان استوى معانا، وهوريكم قد ايه هو مفلفل جدا. كوبايه الرز البسمتي بحط لها كوبايتين من الميه. طبعا لو انتوا هتنقعوا الرز نص ساعه او ربع ساعه، هتقللوا الميه شويه، يعني هتضيفوا على كوبايه الرز كوبايه ونص من الميه او الشوربه يعني. بصوا الرز مفلفل معانا ولونه حلو جدا زي رز الكبسه بالظبط، والفرخه كمان كانت استوت ولونها يجنن. حطيت عليها كده شويه من البقدونس برضو عشان يكسر اللون بتاعها، وحمرت شويه من السمبوسه في الاير فراير، وهنا الطحينه اللي احنا عملناها، وكمان السلطه الخضراء. لو وصلتوا الفيديو اللحظه دي انا بشكركم جدا. طبعا ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه، وقولوا لي عملتوا فطار ايه النهارده عشان ناخد افكار من بعض، وشاركوا الفيديو لاصحابكم. ولو حابين اي وصفه جديده قولوا لي في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه.